السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنبدأ كده الاول بسم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده انا معايا هنا دهن بقري ماشي، جاموسي ماشي. لو عندك لو ما عندك السمنة وما عندك الزبدة ما عندك الزيت، تعالى اقولك على البديل ارخص منه بكتير. في طبعا فرق شاسع. الدهن انا جايبه الكيلو ب120، انما السمن دلوقتي يعني بقى ب250 و300، اللي هما في اليومين اللي احنا فيهم دول. طبعا من اسبوع عدى كان السمنه، السمن البلدي كان، اللهم صل على سيدنا محمد، كنت جايباه ب180، اتفاجئت انه بقى ب250 والجاموسي ب300. طبعا الظروف والغلا وكده، وفي بيوت كتير ما بيبقاش فيها. فهاتي بقى دهن جاموسي او دهن بقري، وهقولك تستخدميه ازاي ونعمله ازاي. ولو مش متوفر عندك سمنة او زيت، ده هيبقى بديله، وهنعمل منه سمنة وهيعجبك جدا ان شاء الله. مبدئيا انا جبت الدهن بتاعي ده كيلو ونص دهنة، الكيلو جايباه ب120. غسلته وهبدأ افصصه فص فص زي ما انت شايفاه كده. واللي طبعا انت شفتني في الاول الفيديو وانا بعين القشر اللي فيه، القشر دي بتعينيها طبعا لانها بتحروق في الدهن اللي انت شايفاها اهو، بتحروق في الدهن وكمان بتبقى عليها حاجات مش حلوة وممكن تبقى عليها دم. طبعا انا غسلته في الاول، وبعد ما افصصه كله واقطعه هرجع اغسله مرة تانية. تمام، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طريقته سهلة جدا بسيطة، حلوة موفرة معاكي، وكمان هو مش وحش يعني هو كويس. هبدأ بقى افصصه كله بالطريقة زي ما انت شايفة كده، واجيب حلة ألمونيا، وبعد ما اخلصه كله اغسله غسلة تمام كده. تمام، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. غسل تمام كده تحت الحنفية عشان لو في دم او في اي حاجة تروح منه، لان الحاجة دي بتبقى عايزة غسيل كويس جدا علشان بتبقى فيها ريحة زي الزناخة كده، او مش عارفة اقول لكم يعني، مش عارفة، هي بتبقى ريحته مش قد كده يعني. جبت حلة بقى كده وغسلته مرة تانية وبدأت انزل فيه زي ما انتوا شايفينه، وهاخده بقى على النار. تمام، هسيحه وهقول لكم هنحط عليه ايه لو متوفر عندي. رفعته كده على النار، اول حاجة. ومعايا كمان انا كده، ومعايا هنا كمان سمن بلدي بقري. قلت بالمرة كده جنبية اي اسيحه. انا كنت شارياه على 180 جنيه، يعني مرة جبت 2 كيلو ومرة جبت 2 كيلو تاني، لان انا ما بخزنهوش غير في موسم الشتاء. انا ما بجيبش سمنة ابدا في الصيف لان سمن الصيف وحش. فانا كنت شاريها على 180، طبعا دلوقتي بقى السعر 250. حطيت الدهن جنبية كده، شايفين المية اللي فيه دي ما تخافيش منه، المية اللي فيه دي بتطير، بتفضل لما بتنشف خالص وبيبدأ الدهن معاكي يسيح. هحط بقى وقف جنب السمنة، ما تبعديش ابدا وتروحي بعيد عنه لانه ممكن يفور منك. مبدئيا كده هما ال4 كيلو كانوا، يعني الحالة دي كانت دايما بتاخد معايا 3 كيلو، فانا قلت يمكن تاخد ال4 وكده، ونسيت اصلا ان طبعا ما بسيحوش الا كل فين وفين. فحسيت ان هو هيفور كده مني، رحت ناقصاه في حلة تانية، خدت مثلا قولي كيلو كده. شوفي بعد اللمية ما نشفت، بصي ابتدى ان هو يسيح معايا ويتقدح. هجيب بقى معايا ازازة الزيت، اي نوع زيت عندي. طبعا مش حابة تحطي زيت براحتك خالص، بس طبعا الزيت هيكتر معاكي الكمية وهيرمي معاكي كمية كتيرة. بصوا انا هنا زي ما قلت لكم، انا نقلت السمنة اهوت علشان ما يفرش على البوتاجاز. حابه تحط زيت تمام، مش حابه خلاص، بس انا دايما بحط له زيت علشان يرمي معايا كميه زي ما قلت لك، وهتكفيكي فتره طويله قوي. حطيت هنا زيت، اي زيت بقى، زيت طبيخ، زيت آلية، اي نوع زيت عندك، زيت تومين هو بيقبل. طب يا مها بتستخدمي الدهن ده في ايه؟ بصي اي تقليه انا بقلي بصل، انا بحط دايما من الدهن ده طول ما هو عندي، انا بحط من الدهن ده. هعمل مثلا شاورما، ممكن اخد معلقه مثلا من دي على معلقه زبد. هقلي مثلا تومه، بعمل برضو من الدهن ده برضو. طب متوفر عندي السمنه عادي، ممكن اخد معلقه من دي واخد معلقه من دي وبمشي حال. طبعا في الغلاء ده يعني السمنه في اوقات ممكن تيجي علينا ما نبقاش معانا نجيب سمنه، فهنعمل ايه؟ هو ده البديل. طبعا كيلو الدهنة 120، من كيلو السمن ب300 جنيه، والزبدة ب80 جنيه الكيلو، يعني الزبدة كيلو الزبدة ب80. طبعا مش هيستمر معاك. هتقولي طب ما الزبدة ب80 والسمن مثلا ب100 والدهن ب120، طب ما ده اغلى من ده. هقول لك بس السمن بيطير معاكي على طول ومش هيقعد معاكي زي الدهن، وغير كده كمان احنا حاطين فيه زيت.
طبعًا أنا خلاص لمّا السمن بتاعي ابتدى ما يفورش وعمل، رُحت بقى قالبة ده في ده وخلّيته كلّه في حلة واحدة، يعني لمّا الرغاوي اللي هي بتطلع على الوش دي عملت، رُحت ضايفة ده لده. بُصّي أنا كده هاطفي عليه، تمام، هاطفي عليه في المرحلة دي، هو لسه الدهن تحسّي إن هو لسه فيه تاني الشغف اللي أنتِ شايفاه ده، بس أنا لو سِبت النار عالية عليه ده كلّه ده هيتحرق، هابو الحلة هيحمّر لي كل اللي أنتم شايفينه ده، وكذلك السمن هنا أنا طافية عليه، أول ما تلاقي الرغاوي البيضا دي عليه، طبعًا إحنا كلّنا بنعرف نعمل ده، بس أنا باقول لو بتتفرّج مثلًا عليَّ عروسة جديدة أو ناس مثلًا أول مرّة تخُش مبتدئة جديدة، فعلشان كده إحنا بنقول معلومة زي كده، طبعًا إحنا ستات بيوت وشاطرين جدًا وكلّنا بنعرف، بس الواحد بيقول كده لعل واحدة صغنونة بنوتة لسه بتشوف ما تعرفش، فتستفيد من الفيديو، تمام، زي ما قُلت لِك قبل ما تخشي على الدرجة شوفي غمقِك كيف، أنا حاليًا أنا طافية عليه، قبل ما توصلي للدرجة اللي أنتِ عايزاه لازم تطفي عليه علشان ما يحروقش منِّك ويدخل في درجة غمقان، ومش هتبقى حلوة أبدًا ومش هتبقى النتيجة مرضية، تمام، هاسيب بقى السمن ده لمّا يبرد وارجع أحطه في البطرمانات بتاعته، تمام، هنا الشغف بقى اللي أنا قُلت لِك عليه أو الشغت ما أعرفش هو اسمه إيه، بعد ما طلع أنا باصفّيه ما باحطّوش في البطرمان بتاعي تمام، أنا باصفّيه، هتقولي لي أنتِ جايبة البطرمان الكبير ده حاطّة فيه الشوية القليلين دول، أنا زي ما قُلت لِك ما باخزّنوش إلا من الشتا للشتا، فلو السمن رخص هاجيب وأكمّل تخزين، ما رخصش يبقى هاجيب اللي هي الزبدة اللي هي أم 80 جنيه، وهاجيب مثلًا كانين على القد كده وأروح ضايفاهم على الزبدة دي، والبطرمان اللي هو الإزاز ده أنا هاخلّيه سمن بلدي صافي، علشان يعني لو عملت حاجة لابني الصغير وكده. ده الدهن اللي أنا قُلت لِك عليه بقى سمنة، أتمنى يا رب إن فيديو النهارده يكون عجبكم، دمتم بخير والسلام عليكم.